السلام عليكم يا هندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم؟ اخبارك عليك؟ كله تمام؟ اخبار رمضانية زي الفل الحمد لله. يا رب يعدي على خير يا رب، ويكتبنا من المقبولين يا رب، وما يفوتش مننا يا رب. بص يا هندسة، السؤال اللي بعت لي بيقول ازاي اكون علاقات وانا مش حد تقيل في المجال، اعمل ايه؟ ازاي هندسة نعمل علاقات في الجامعة من غير ما نكون تقال على حد، او ازاي نبني علاقات جديدة؟ اولا هو ده اللي بيبقى هدف من ضمن الاهداف الرئيسية، ان الواحد يدخل الجامعة عشان يبني علاقات جديدة. طبعا انا هنا بتكلم على الولاد مع الولاد والبنات مع البنات، ما بتكلمش على الميكس عشان الميكس مش صح وغلط وحرام، لكن الولاد مع الولاد والبنات مع البنات. طيب ازاي ابني علاقات؟ لما تقلقش، اولا انت مش هتكون تقيل على حد، لان كل اللي في الجامعه اصلا خاصه بتوع سنه اولى دول بيبقوا يلا بقى عايزين نتعرف على بعض. احنا جايين منين؟ انا جاي من المحافظه الفلانيه ومن المكان الفلاني ومن المدرسه الفلانيه ومن المعهد الفلاني، وكلنا اتجمعنا في مكان واحد، فالهدف موجود عند كله. لكن بصراحه اللي عجبني في السؤال ده اني الفت نظر الشباب على حاجه بقى. يا شباب يا كويسين يا جمال يا حلوين، انتوا عندكم حريه الاختيار. يعني ما تبقاش اللي هو ايه، انا لقيت اللي قاعد جنبي في البنش فخلاص صاحبته، لقيت المجموعه دول اساميهم على اسمي. ما احنا ساعات لما بندخل الجامعه وبيحولونا السكشنز بقى والمحاضرات مش عارف، غالبا بيبقوا كل الحروف الابجديه مع بعض، كل الاسماء اللي شبه بعض مع بعض، فتلاقي نفسك اجبرت على معرفه ناس. انا ما عنديش مشكله انك تتعرف عليهم في الاول، لكن انت ليك حريه الاختيار الاستمرار. يعني الشويه بقى اللي حواليك دول، هل هم فعلا بيساعدوك رقم واحد على الصلاة في ميعادها بقى، وان لسانك يبقى جميل كده على طول، ولا شتايم بقى وسجاير ومش عارف ايه؟ رقم اتنين، هل بيساعدوك على المذاكرة، وانهم دايما يلا نحضر الكليه، يلا نحضر الجامعه، يلا المحاضره هتضيع مننا، السكشن الفلاني هيضيع مننا؟ هل بيساعدوك ان انت مثلا لو الحق ده انا لقيت الملخص الجميل ده تعالى اديهولك، الحق ده انا لقيت الامتحانات القديمه دي تعالى نحلها مع بعض، ده انا في سؤال مش لاقيه صعب بسالك وانت بتسالني؟ يعني هل هم بيدوك دافع على انك تتقدم، ولا هم بيسحبوك لورا؟ ما هو اصل صحاب الجامعه دول ميكس كبير، خاصة المجاميع اللي بتبقى كلها في رينج واحد. يعني ممكن يكون حد دخل ومش شرط يكون شاطر في ثانوي يبقى يكمل يبقى شاطر في الكلية. بالعكس، في ناس بتبقى شاطرة جدا في ثانوي وتدخل ما تعرفش تمشي في الجامعة، وفي ناس بتبقى متوسطة وتدخل تبقى امتياز في الجامعة، وفي ناس تبقى كويسة وبتكمل تبقى كويسة، وناس تبقى وحشة وتكمل تبقى وحشة. فانت اصلا ما تعرفهمش، انت ما تعرفش الناس دي كلها، فانت مسؤوليتك انك تتعرف. فانا نفسي الناس الشباب بالذات يبقى عندهم القوة على كلمة لا، القوة على كلمة أنا مش هكمل، القوة على كلمة أنا رافض الشخصية دي. ما بلاش نبقى مكسوفين يا إخوانا، اللي هو أنا اتحطيت في البيئة دي وأنا هعمل إيه وأنا لقيت غيرهم؟ ما تتعرف على غيرهم. حاجة كمان لازم يكون عندك هدف. الكلام ده في سنة أولى مش هيبان، ممكن يبان في آخر السنة، لكن هدف على الأقل من سنة تانية، إنك تبقى عارف على الأقل الناس اللي جايبين امتيازات مع مرتبة الشرف، الناس اللي جايبين امتياز، الناس اللي جايبين جيد جدا. أيوه اتعرف. ما هو يعني ده الصاحب اللي ممكن اولا يبقى صديق عمرك بعد كده، وفي نفس الوقت الجروب ده والمجموعه دي هتساعدك في كل حاجه. الراجل اللي بيذاكر ده ممكن يعرفك هو بيذاكر ازاي، يعرفك مواعيد مذاكره كويسه، يعرفك مصادر للمذاكره كويسه، هتلاقيه بيحل اسئله كتير فتحل زيه، هتلاقيه بيجيب امتحانات قديمه فتمتحن، هتلاقيه بيسال الدكاتره بطريقه معينه، اتعرف عليه. ده مش عيب، يعني اوعى تقول ده الدحيح الدفعه فانا مش عايز اكلمه، ولا ده الراجل التقيل ودمه مش عارف ايه وبتاع. وبعدين من بره كده انت ممكن تحكم على الشخصيات من غير ما تتعامل معاها. يعني علشان تعرف تحكم الشخصيه دي كويسه ولا لا، مش عشان يبقى شاطر يبقى دمه تقيل، وعلشان يبقى دمه خفيف يبقى راجل مش شاطر وبيضيع وقت. فالشاهد، ابني علاقات في الجامعه. رقم واحد، حط هدف العلاقه اللي انت عايز تبنيها. انا عايز ابني الناس الشاطرين، الناس اللي وقت الصلاه بيقولوا يلا نروح نصلي، الناس اللي ما بيشتموش وما بيشربوش سجاير، ما بيسهروش بالليل لغايه 12 بالليل ويروحوا مش عارف عاملين ازاي، ما بيبقاش فيه محاضرتين ويقعدوا 3 4 ساعات بعد الجامعه بيضيعوا فيها وقت، ما بيضيعوش محاضرات سكاشن. يكون عندك هدف الناس تكون امتياز، الناس تكون شاطرين، عشان هي البيئه دي هي اللي هتشدك معاهم وانت هتشدهم معاهم. وفي نفس الوقت هتلاقي نفسك بعد كده بتتوزع معاهم في التيم ورك وفي العمل الجماعي وفي البرزنتيشن وفي الريبورت وفي الريسيرش ومش عارف ايه، ما انتوا بتتقسموا بعد كده فرق. فلو سمحت ركزوا على الموضوع، هدف العلاقه. ما تخافش تقول لا، مفيش مشكله خالص تتعرف على واحد وبعد فتره تقول لا الراجل ده بيضرني فاقول لا مش هكمل. خلي عندك هدف، استعن بالله سبحانه وتعالى، وما تنسناش في الدعاء، واشوفكم في المشكله الجايه فكره بكره.
سلام عليكم.